أهلا بكم في قناة كرة الأمير. النهاردة هنحلل مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية، وهنحلل مباراة الأهلي والنصر البورسعيدي في ذهاب ربع نهائي كأس مصر. النهاردة هنحلل الأول، هنحلل لقاء الأهلي، هنحلل لقاء الزمالك والنصر السعودي. الأول هنحلل مباراة الزمالك والنصر السعودي. هنقول مشوار نادي الزمالك، وهنتكلم من الموضوع التاني عن ماتش الزمالك، عن ماتش الأهلي والنصر البورسعيدي. الأول هنقول مباراة النصر والزمالك. في تشكيل نادي الزمالك لمباراة النصر في البطولة العربية. التشكيل كالعادة: في حراسة المرمى محمد صبحي، حمزة المسلوسي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، وعمر جابر، ونبيل عماد دونجا، وعمر السيسي، واحمد ابو الفتوح، وشيكابالا، وسيف الجزيري، واحمد سيد زيزو. تشكيل نادي النصر: في حراسة المرمى محمد نون وقيد، سلطان عبد الله، علي محمد، عبد الله ماضو، الياس تيليس، سوسو فوفانا، مارسيلو بوزوفيتش، وعبد العزيز عبد العزيز العيوني، وعبد الرحمن. وفي خط الهجوم كريستيانو رونالدو. ده تشكيل نادي الزمالك وتشكيل نادي النصر. الأول نادي الزمالك ابتدى المباراة كويسة، وابتدى بهجمات متقدمة نادي الزمالك، وضيع فرص من شيكابالا، وضيع فرص من أحمد سيد زيزو، وضيع فرص من أبو الفتوح. نادي الزمالك النهارده لعب لقاء كويس. مشوار النصر السعودي في البطولة العربية كان لعب اللقاء الأول مع الشباب السعودي، واللقاء الثاني لعبوا مع الاتحاد المنستير وكسب رباعية 4-1. واللقاء الثالث لعبوا مع نادي الزمالك اللي هو اللقاء التعادل 1-1. نادي الزمالك لعب مباراة كويسة. ده مشوار نادي النصر، وصعد هو والشباب السعودي من مجموعة نادي الزمالك. نادي الزمالك كان مشواره لعب الأول مع الاتحاد المنستيري وكسب برباعية. خسر من نادي الشباب السعودي ب1-0 من ضربة جزاء كان عليها الجدل الكبير نحو إن هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. عامة ده مشوار الفريقين في البطولة العربية. ونادي الزمالك لعب النهاردة مباراة كويسة، ولعب مباراة يستحق عليها التحية. تشكيل كويس. خوان كارلوس أوسوري النهاردة لعب مباراة كويسة إلى حد ما. هارد لك لنادي الزمالك الخسارة، بس نادي الزمالك النهاردة شرف مصر ولعب مباراة تستحق عليها الإشادة. والتعادل مع نادي النصر السعودي تعادل بطعم الفوز، ولكن كنا نتمنى فوز نادي الزمالك على نادي النصر السعودي. كان هيبقى فوز تاريخي ويصعد للبطولة لربع النهائي، بس هارد لك لنادي الزمالك وهو سوء حظ وهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87. مش مشكلة، نادي الزمالك نادي تاريخي وهيعوض في اللي جاي. نادي الزمالك يعني مش أي نادي شرف مصر. والتعادل التعادل احنا كنا نتمنى الفوز نادي الزمالك، بس للأسف تعادل بس هو تعادل بطعم الفوز لنادي النصر، لأن هو صعدوا هو والشباب. على الجانب الآخر بمباراة الأهلي والنصر البورسعيدي، بس طبعا كله كان مشغول بمباراة النصر والزمالك. النادي الأهلي لعب بتشكيل في حراسة المرمى أكيد محمد الشناوي، وخط الدفاع على اليمين محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، علي معلول، مروان عطية، علي ديانج، محمد مجدي قفشة، بيرسي تاو، محمود كهربا، وحسين الشحات.
تشكيل نادي المصري البورسعيدي: محمود جاد، كريم العراقي، محمد دبش، عمر موسى، عمرو سعد. في خط الوسط إيزا إيميكا، وإسلام عطية، والياس الجلاصي، وحسن علي، حسين السيد، ومروان عطية. ده تشكيل نادي الزمالك، وده تشكيل النادي الأهلي. على الورق النادي الأهلي بيلعب 4-3-3 المعتادة بتاعته. على الورق نادي المصري البورسعيدي 4-2-3-1. 4-2-3-1. ده على الورق النادي المصري لما يلعب، كل واحد لما يلعب على الورق بالطريقة بتاعته. النادي الأهلي ابتدى مضغوط، ابتدى بضياع فرص للنادي المصري البورسعيدي في لقاء كاس في لقاء الكاس. النادي الأهلي كان مضغوط، وما كانش كالمعتاد بتاعه، وضيع فرص كتيرة. والنادي المصري قدر يحرج النادي الأهلي، وقدر يسجل الهدف الأول في الدقيقة 87. سجل الهدف مروان حمدي، وكان بنسبة كبيرة خروج النادي الأهلي من كأس مصر. ولكن في الدقيقة 100 تيجي ركلة جزاء لحسين الشحات، يسددها علي معلول، والهدف الأول للنادي الأهلي. يبقى كده التعادل، وينتهي المباراة بالتعادل 1-1. نتجه إلى الأشواط الإضافية. الشوط الإضافي الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 77 أو 88 يسجل من غير محمد مجدي قفشة تمريرة، يلم أحمد القندوسي ويخش ويدخل الهدف الثاني للنادي الأهلي. بعدها انتهت المباراة، لأن كان النادي الأهلي كان استحوذ على الريتم، وكان قادر إن هو يتحكم في الريتم. وبعدها كده ضيع النادي الأهلي فرص من حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة، وضيع فرص من النادي الأهلي عديد الفرص من عديد اللعيبة. المدرب ناصر كولر النهارده لعب مباراة في المعتاد، ما كانش حط تشكيل كويس، ولكن اللعيبة صححت المسار عن طريق هدف من ضربة جزاء لعلي معلول. ضربة جزاء كان خدها حسين الشحات، دخل وراوغ ولم، وقدر يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي علي معلول. النادي الأهلي يصعد لمواجهة إنبي. النادي المصري قدر يلعب في حدود إمكانياته في تولي مدرب جديد، علي ماهر. المهمة علي ماهر متولي المهمة من يومين 3. النادي المصري عمل مباراة محترمة وفي حدود إمكانياته وفي حدود لعيبته، وقدر يحرج النادي الأهلي بهدف، وكان هياخد المباراة. بس لولا النادي الأهلي كان اللعبة كانت على قد المسؤولية وقدرت تفوز. وعلى الناحية التانية نادي الزمالك هارد لك، ونادي الزمالك عمل مباراة كويسة وشرف مصر، وما يهمش نادي الزمالك. ونادي الزمالك هيرجع تاني وهيكسر الدنيا وهيجيب بطولات ويحرز ألقاب. وعلى الناحية التانية مبروك للنادي الأهلي، وهارد لك للنادي المصري البورسعيدي. مدينة بورسعيد مدينة جميلة، وهارد لك لكابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر مدرب قوي، مدرب قادر ان هو كان يكسب الفريق السابق بتاعه نادي فيوتشر بكاس الرابطة. كابتن علي ماهر هيعمل فريق قوي مع النادي المصري، وان شاء الله مدينة بورسعيد تفرح بلقب جديد وانتصار جديد يحقق للنادي الاهلي، ولا جديد يذكر ولا جديد يعاد. النادي الاهلي يفوز كالمعتاد. فوز النادي الاهلي. هو النادي الاهلي صعب على نفسه المباراة، لان النادي الاهلي كان يقدر يفوز بعد بالمباراة بسهولة جدا، ولكن النادي الاهلي اهمل. والنادي الاهلي في النهاية فاز 2-1 وصعد لمواجهة انبي. النادي الاهلي كده الكاس ده هيستكمل في الموسم الجديد. ومبروك للنادي الاهلي،
متنساش لو الفيديو عجبك متنساش تعمل اشتراك في القناة